السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني، ومعانا ضيف شرف جديد يا جماعة. اختي بتعمل كبدة، ولا تقولي لي بقى الفلاح ولا كبدة فهمي، قسما بالله حكاية. يلا بينا نبتدي على طول. حط زيت كده، حبة زيت حلوين ما تستخسروش. سيب الزيت يسخن شوية. اول ما الزيت بيسخن هحط توم. على فكرة يا جماعة دي الطريقة الكبدة الاسكندراني بالظبط. ادي عندي التوم عادي، وفلفل احمر اسمها هريسة، وعندي ليمون، وعندي فلفل احمر، وعندي فلفل اخضر. تمام، هحط الهريسة كده. اللي بيحب السبايسي يحط هريسة الشطة، اللي مش بيحب خلاص ممكن يستغنى عنها. نقلب شوية، وبعد كده احط على طول الكزبرة الناشفة. عندي كزبرة ناشفة اهي، احطها. على فكرة يا جماعة الكبدة بتحب الكزبرة جدا. تمام، احط الكزبرة ناشفة واقلب. مع التقليبه دي خليه ياخد تشويحه معايا كده. اللي مش بيحب برضو السبايسي ممكن يبدلها بفلفل رومي. عايزين تعملوا فلفل بارد وفلفل حراق براحتكم، ونشوح كده الحاجه دي كلها مع بعض. بس ايه، تبقى الحاجه بسيطه كده. تمام، بعد كده اجيب الكبده واحط الكبده. الكبده ما بتتغسلش ممكن تسيبوها تتصفى. يا جماله يا ونقلب جماله ونقلب الاتنين مع بعض. يا جماله كل الميكس ده كده يتغلغل جوه الكبده لحد ما تاخد لون. تمام، ما اقلبهاش كتير واسيبها كده. كل حبه كده هقلب فيها تاني. ما تتقلبش كتير عشان ما تعملش ميه. يا لهوي الريحه طالعه من دلوقتي. نقلب بقى كده عشان ايه الكبده يتغير لونها. شايفين الالوان اهي؟ الكبده حلاوتها الزيت الكتير والالوان، والطعم حكايه والريحه جنان. السندوتش بكام؟ الساندوتش ببلاش، اللي هيعمل لايك ويشترك في القناه. ايوه ما تنسوش اللايك يا جماعه بالله عليكم. اللايك واشتراك عشان اي حاجه جديده هنزلها توصلكوا على طول. يا جماعه الريحه، ريحه بصوا بقى. حلوه قوي يا جماعه على فكره. هحط ملح، واللي عايز يحط شطه يحط، اللي مش عاوز براحته. انا بحبها سبايسي الصراحه. كمل بقى ايه تقريبا كده مع الملح كده يبقى البهارات يا جماعه كزبره وملح وشطه. بس ما ناخدش حاجه تاني، ما بنفتكسش. الكبده تبقى لونها فاتح يا جماعه، فاتح. تمام، شايفين الكبده كلها هتغير لونها ازاي؟ بصوا بقى، توسعوا لها كده حبه كده، توسعوا لها كده في النص كده. بعد اذنك هاتي الخل، بعد اذنك هاتي لي كمون. بصوا بقى يا جماعه، حطوا شويه، ما تكتروش، شويه خل، حبه كمون، بس كده. شوفوا بقى الريحه اللي هتطلع. مفيش كمون كتير يتحط. ما احنا مش عايزين كتير، احنا عايزين بس ايه، الحته اللي في النص دي تتقلب كده وتتساب شويه مع الكبده. هتطلع شم ريحه الكبده. تصدقي تحفه والله، تحفه. ايه ده؟ مش عارفه الحته دي والله العظيم. الله. تمام، بعد كده بقلبه كله. انا جوعت لسه واكله. احلى من كبده الفلاح. قسما بالله يا جماعه انا ما بعرف اكل كبده غير منها هي، قسما بالله. شايفين الالوان؟ الريحه طلعت حلوه قوي. بصوا بقى يا جماعه، وبتوطوا النار. خلاص احنا خلصنا، بس هنوطي النار خالص ونسيبها بقى ايه حبه على النار تستوي على الهادي يا زبادي كده. يلا بينا نشوفها بقى بعد ما تخلص. باي باي. هنقطع العيش فين؟ وبرده اختي ايه اللي هتقطع. انا ضيف شرف النهارده يا جماعه.
الكبده بقى الاسكندراني مع العيش الفينو. بصوا يا جماعه الكبده هنا اتعملت، ودي قطعنا عيش فينو. تمام. طبعا بعد ما خلصنا الكبده خالص نطفي النار ونعصر الليمون. ادي ليمون. الليمونه. ليمون ليمون ليمونه. عندك. يلا بينا بقى ايه نحشي ايه الكبده. شايفين الحلويات؟ ما شاء الله. شايفين الحلويات؟ ريحتها جميله جدا. يلا بينا نكمل حشو الكبده. اللي يعمل الكبده دي يدعيلي يدعيلي. واحلى كبده واللي يعمل اسكندراني. كبده زينا نقول له يا عمنا. احلى حته كبده في مصر. الشيف سمية. خلاص نبدا نحشي السندوتشات. هخلص واجيلكم، هحشيها كلها واجيلكم. بصوا بقى، هاتي بقى واحد، هاتي واحد، حطي التلاتة دول. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة الكبدة بتتكلم عن نفسها والله العظيم. تسلم ايدك يا احلى كبدة اسكندراني يا جماعة. ده الشكل النهائي. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة. بصوا الكبدة لونها فاتح وجميل. بصوا بصوا بصوا. طبعا ده طبق بطاطس ايه اكنه ايه، اعتبروه طحينة يا جماعة. بصوا شياكة وألاجة والله العظيم. وطعمها وريحتها، بصوا يا جماعة ريحتها قلبة البيت كله. مش عارفة اوصف ايه عاملة ازاي. يلا باي، اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي.